رجعت لكم النهارده بقى يا جدعان ب 100 فلتر حرفيا جمدان. انا عارف ان انا اتاخرت عليكم وكان المفروض انزل فيديو يوم الخميس اللي فات، بس والله العظيم يا جدعان غصب عني. بس انا جهزت لك يا صاحبي 100 فلتر، انت هتدعي لي من هنا لحد الفيديو التاني ما ينزل، لان الفيديو التاني هيكون فلاتر اجمد من دي، وانت عارفين ان انا برجع لكم بفلاتر قويه جدا. حرفيا ال 100 فلتر متعوب عليهم يا جدعان. عايزك تكمل معايا الشرح كامل عشان تعرف تضيف الفلاتر وتعرف الباسورد. وطبعا الفيديو بتاعنا ما بعديش ال 8 دقايق. انا عايز اقول لك ان انا بقيت اتعب في المونتاج، لان انا بقيت امنتج على بريمير وكده، وان شاء الله تشوفوا مونتاج احترافي. كل فيديو تلاقي تطور في المونتاج. عايز تشجيع منك صاحبي اللي انت تعمل لايك للفيديو، ولو انت اول مره تشوف فيديو ليا عايزك تشترك في القناه وتفعل الجرس. حرفيا الفتره اللي جايه تنزل فلاتر بوم. عشان ما نطولش في المقدمه اكتر من كده، اتاكد ان انت عملت لايك للفيديو ده واشتركت في القناه، ويلا بينا على الشرح. كالعاده يا صاحبي اول حاجه بنعملها بندخل على برنامج اللايت روم، بنتاكد ان احنا معناش اي فلاتر، عشان انت لو عملت حاجه غلط او اول مره تتابعني وعملت حاجه غلط فدي غلطتك انت. كل اللي علينا كده يا صاحبي هندور على ال 100 فلتر بتوع النهارده، اقوى 100 فلتر هندخل عليهم كده حرفيا يا صاحبي. هتشوف الجمدان في اخر الفيديو. انا عايزك بس تسمع الفيديو للاخر. بص يا صاحبي، كل اللي علينا لو ضغطنا على كلمه بريسيت كده وجينا للاخر مفيش اي فلاتر موجوده معانا. طيب كل اللي عليك هتعمل ايه؟ هتخرج يا صاحبي. لما تخرج هتلاقيني سايب لك لينك الفلاتر ده اول تعليق او اللينك اللي في الوصف، تمام؟ بعد ما تحمله وينزلوا معاك في ملف اسمه الداونلود في التحميلات بتاعه الموبايل بتاعك. طبعا اخوات الشرح ده للاندرويد، لو لقيت ناس عايزه شرح للايفون كتير انزل لكم مجموعه فلاتر للايفون، بس قولوا لي في التعليقات. طيب دلوقتي هندخل على برنامج RER. طبعا البرنامج ده متوفر للاندرويد بس. وبعد كده يا صاحبي هتدخل على الداونلود للملف اللي احنا بنفك فيه الضغط. ركز معايا. بعد ما تدخل على الداونلود يا صاحبي هتنزل تحت كده. اول ما تنزل تحت هتلاقي افضل 100 فلتر بمناسبه السنه الجديده. طيب انا اعمل ايه؟ كل اللي عليك هتضغط على المربع ده علامه صح بالشكل ده كده، وبعدين تضغط على السهم اللي باصص لفوق وتضغط على كلمه موافق. اقول لك اكتب الباسورد. طب يا عم بازوك انا اجيب الباسورد ده منين؟ قلت لك يا صاحبي الباسورد ده بقوله بصوتي وانا بشرح رقمين في رقمين، فركز معايا واسمع الشرح كامل عشان تعرف الباسورد، لان الفلاتر مكتوب عليها. اكتب دلوقتي الباسورد وارجع لكم تاني. بعد ما تكتب الباسورد يا صاحبي وتضغط على كلمه موافق زي ما انت شايف كده، بدا يفك معانا الضغط والدنيا تمام. وكده احنا عملنا اول خطوه تمام تمام او كده تمام. تاني خطوه ايه بقى عشان نضيف الفلاتر دي؟ لازم أن يكون عندك مدير الملفات ده. طب ليه يا عم؟ ما انا معايا مدير الملفات بتاع التليفون. مدير الملفات بتاع التليفون بتدخل على ملف الداتا بتلاقيه فاضي، ما بتعرفش تضيف الفلاتر. فلما تحمل مدير الملفات ده احسن لك انت، عن مساحته 5 ميجا، ولو ما لقيتوش على متجر بليه هتلاقيني سايب لك اللينك في اول تعليق او اللينك اللي في الباي. بعد ما احمل مدير الملفات اعمل ايه؟ طبعا عشان انت تكون اول مره تحمل البرنامج هيحتاج منك شويه صلاحيات وكده توافق عليها. بعد ما توافق يا صاحبي هتضغط على كلمه التخزين، وبعد كده هتنزل على الاندرويد، بعد كده من الاندرويد للداتا، ومن الداتا اللايت روم موبايل، ولا على اللايت روم موبايل، وبعدين كلمه فايل. طبعا اخواتي اول باسورد من الفلاتر هيكون 20 ثواني يا جدعان عشان نسيت انسخ اصلا الفلاتر. اهم حاجه لازم تدخل على الداونلود تاني سوري، وبعدين تدخل على ال100 فلتر اهو بمناسبه السنه الجديده، بعدين تضغط على السهم ده كده وتعمل لهم تحديد الكل. اللي انت تعمل لهم تحديد الكل، بعد كده تضغط على كلمه نسخ. هترجع بقى تدخل مكان اللي انا كنت فاتح عليه اللي هو ايه، ركز معايا. تدخل على الاندرويد، من الاندرويد للداتا، من الداتا اللايت روم موبايل، انزل تحت كده هتلاقي اللايت روم. طبعا انا لو معيش مدير الملفات ده كنت هتلاقي ملف الداتا فاضي عندي. بعد ما تدخل على اللايت روم هتدخل على فايل اول واحده، بعد كده اللي هي زرارات كتير، بروفايل ستينج يوزر ستايل. اول ما توصل هنا يا صاحبي اعرف اللي انت ماشي معايا تمام. كل اللي عليك هتضغط على كلمه لاسك، هتبدا الفلاتر تضاف معاك زي ما انت شايف كده. لو ما عملتش لايك يا صاحبي اتاكد ان انت عامل لايك ومفعل الجرس عامل الكل، ولو مشترك في القناه يا ريت تلغي الاشتراك وتعمله تاني لان عندي مشكله في القناه. كل اللي علينا كده المفروض ضفنا الفلاتر. هتخرج بقى من برنامج اللايت روم ومن اي حاجه انت كنت داخل عليها، بعد كده هترجع تاني تدخل على برنامج اللايت روم. طبعا شرحنا النهارده اخواتي مش هيعدي ال5 دقايق ان شاء الله. زي ما انت شايف كده يا صاحبي انا عندي فلاتر اللايت روم كتير جدا، فانت لو مش مشترك فانت فايتك كتير. المهم هندخل على ال100 فلتر، هنجيب وليكن مثلا الصوره دي نجرب عليها اهوت مع بعض. هنضغط على كلمه بريسيت عشان تجيب الفلاتر. اول ما تضغط على كده يا صاحبي وتيجي في الاخر هتنزل تحت زي ما انت شايف كده اهو اول 10 فلاتر مع بعض. زي ما انتم شايفين اخواتي الفلاتر عامله ازاي. فلاتر هتلاقيها متسميه بارقام بس حرفيا فلاتر جامده جدا زي ما انت شايف كده. دول كمان ولسه اول 10 فلاتر. طيب لو جينا على كلمه مثلا بريسيت تاني فلاتر، بص الفلاتر غامقه. فلاتر بقى انت بتتصور في الشارع، بتتصور وراك اشجار، زي ما انت شايف الفلاتر جامده ازاي. طيب لو عندك برده هنا لو نزلت هتلاقي معانا 20 بريسيت تانيين زي ما انت شايف كده. الفلاتر عامله ازاي، فلاتر البلاك والفلاتر كلها. وطبعا اخواتي تاني باسورد معانا هيكون 24 كده. انا قلت لك اول باسورد وتاني باسورد، والفيديو بتاعنا ما عداش ال5 دقايق. وكل اللي انا عايزه منك تعمل لايك، ويا ريت تكون استفدت مع الشرح النهارده. انتظروا ان شاء الله شرح جديد. سلام يا اخواتي، اشوفكم في فيديو جديد.